السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي في كل مكان. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس مريم خالد مدرسة التاريخ. النهاردة بإذن الله هنشرح الدرس الثالث من الفصل الثاني، من أهم الدروس اللي تذاكرها بتأني وبتؤدى وعلى مهلك خالص، لأن درس مهم وفيه تفاصيل كتير. هات كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله. أنا عندي الدرس الثالث بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على مظاهر بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي. دلوقتي محمد علي خلاص بقى متفرغ ان هو يشوف مصر ويهتم بيها ويطلع بيها يبقى نهضة زي ما حصل في اوروبا. طيب دلوقتي محمد علي لما جه وقعد على الكرسي وبدأ ان هو يبص في كل الاحوال بتاعة مصر، لقى ان كل الاحوال متدهورة، سواء الاحوال الاقتصادية السياسية، كل الجوانب ديت زي ما اتكلمنا في الحكم العثماني ان كل الحاجات ديت كانت متدهورة. طيب محمد علي كان هدفه ايه وهو كان عايز يعمل ايه؟ محمد علي كان هدفه انه يبني دولة قوية، من الاخر كده بناء القوة الذاتية. ايه هي بناء القوة الذاتية؟ بناء القوة الذاتية يعني البلد هي اللي تنتج كل الحاجات اللي هي بتحتاجها، ما تبقاش محتاجة انها تستورد حاجات من بره. دي في نظره الدولة القوية، بتعمل كل المنتجات بتاعتها وبتزرع كل المحاصيل بتاعتها لدرجة ان يبقى عندها فائض تصدره لدول بره. فمحمد علي قال لك بالنسبة للأحوال الاقتصادية، عندي أحوال اقتصادية يعني زراعة، صناعة، وتجارة. محمد علي قال لك علشان اقدر اسيطر على الاحوال الاقتصاديه وتبقى كلها في ايدي، محمد علي قال هيعمل حاجه اسمها نظام الاحتكار. هينظم الاقتصاد المصري سواء في الزراعه في الصناعه في التجاره، هينظمه على اساس الاحتكار. الاحتكار ده يعني ايه؟ يعني محمد علي هو اللي في ايده كل حاجه، زي ما هنشوف في تعريف الاحتكار. طيب انا عندي الاحتكار دوت عباره عن ايه؟ هو نظام بتقوم فيه الحكومه ممثلة في محمد علي بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلا. جملة وتفصيلا يعني السوق المحلية والسوق الدولية. محمد علي هو اللي بيشوف السوق المحلية محتاجة قد إيه مثلا من الرز، والسوق الدولية محتاجة قد إيه من الرز، وهو اللي بيقرر هنزرع إيه وهنصنع إيه. فهنا بيقول لي من خلال تحديد نوع الغلات التي تزرع، ونوع المصنوعات التي تنتج، وتحديد أثمان شرائها من المنتجين، وأثمان بيعها في السوق. يعني من الآخر محمد علي هيكون متحكم في كل حاجة. بنزرع إيه؟ الأنواع نفسها. بننتج إيه؟ الصناعات إيه هي؟ الأعداد بتاعتها، سواء محتاجين مثلا طن قمح طن رز وهكذا، هو اللي هيحدد لنا إحنا هنعمل إيه بالظبط. طيب دلوقتي محمد علي ليه نظم لي نظام الاحتكار أصلا؟ إيه هو هدفه من إن الاقتصاد المصري يبقى قائم على نظام الاحتكار؟ يقول لي هنا بما تفسر. قال لك لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. هنا يقصد بها الدول الأوروبية. طيب محمد علي عايز ينافس الدول الأوروبية، لأن احنا عارفين إن الدول الأوروبية هي اللي كان عندها ثورة صناعية، هي اللي كانت بتاخد المادة الخام تدخلها المصانع تعملها منتجات تطلعها في الأسواق. محمد علي قال لك وليه أنا ما أعملش كده في بلدي اللي هي مصر؟ فبعد كده هنشوف إن محمد علي لازم يجهز جيش وأسطول، لأن هو هيبدأ يضايق الدول الأوروبية، لأنه بدأ يبقى منافس ليهم على الساحة. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي محمد علي هيبقى منافس للدول الأوروبية، وزي ما هنشوف بعد كده في الدرس إن هو لازم يعمل استعدادات العسكرية، لأن طبيعي الدول الأوروبية هتقلب عليه. آخر حاجة قبل ما نتكلم على الزراعة والصناعة والتجارة مشوا إزاي تحت نظام الاحتكار، محمد علي كان عايز إزاي يكون منافس للدول الأوروبية.
كان عايز يكون منافس ليهم في النوع، يعني انواع مختلفه عن المحاصيل اللي في اوروبا او المنتجات، زي ما شفنا ان هم ساعه الحمله الفرنسيه كانوا عايزين يزرعوا البن والقصب، ملائمه مناخ. طيب يبقى انا اتميز في النوعيه، ممكن اتميز في السعر واتميز في الجوده. يعني من الاخر كده دي الخطه اللي هيمشي عليها محمد علي طول الدرس: النوع والسعر والجوده، عشان المنتج بتاعه يقدر يطلع وينافس الدول الاوروبيه. يجي يقول لي اول حاجه الزراعه. طيب محمد علي طبعا الزراعه كانت متدهوره والدنيا مش الطف حاجه. يعمل ايه محمد علي؟ قال لك اول حاجه بدا يعمل اجراءات عشان ينهض بالزراعه اللي هي ميته دي خالص. قال لك اول حاجه هغير اوضاع الملكيه والحيازه الزراعيه. هتعمل ايه؟ قال لك هلغي نظام الالتزام. فاكرين ساعه ازمه الفيضان 1808 المشكله اللي حصلت مع العلماء؟ قال لهم نظام الالتزام ده اللي مزعل المصريين والملتزمين بيسرقوكوا، انا هلغيه. طيب حضرتك الاراضي بتاعه الملتزمين اللي هي الوصيه، قال لك هاخدها كلها هصادرها وهسجلها باسم الدوله. وده في الفتره اللي هم الست سنين اللي من 1808 ساعه ازمه الفيضان لغايه 1814. طيب هو هيطبق ازاي نظام الاحتكار في الزراعه؟ قال لك والله انا اللي هزود الفلاح باحتياجات الزراعه. الفلاح عايز بذور هديله، عايز مواشي هديله، عايز ادوات هديله. قال لك طب في هنا نقطه ان الفلاح اصلا فقير ومش هيقدر يديك او يشتري الحاجات ديت عشان يبدا يشتغل بيها. قال لك هيسدد ثمنها لما المحصول يطلع، لما يخلص المحصول ويجني المحصول هتتخصم ثمنها، ثمن الاحتياجات ديت من قيمة المحصول. طيب تمام، الفلاح هيزرع من دماغه هيشتغل زي ما كان؟ قال لك لا، إلزام الفلاح بزراعة ما تقرره الدولة من حاصلات زراعية. محمد علي يقول هنزرع ايه؟ يعني مثلا هنزرع رز، هنزرع قمح، هنزرع شعير، وبرضه محمد علي هو اللي يقرر محتاجين قد ايه، طن رز، 2 طن قمح، وهكذا. ليه؟ علشان محمد علي عامل حساباته وعارف السوق المحلية عايزة كام والسوق الخارجية عايزة كام، عشان ما يجيش في الآخر يبقى فيه فائض من الإنتاج ويتركن ويبوظ. هو عايز يعمل على القد بالظبط. اشتغل على ثالث نقطة في الزراعة، عايز يعمل أساليب تطور من الإنتاج الزراعي. كنا بنقول عليها توفير الجهد أو تقليل الجهد وكثرة الإنتاج. طيب يعمل إيه؟ قال لك أنا هجيب أساليب زراعية حديثة بدل الطريقة البدائية اللي كان شغال بيها الفلاح. الطريقة دي هتزود لي الإنتاج الزراعي وهتقلل لي الجهد بالأدوات الحديثة. عشان كده أنا هجيب مدربين من بره من كل مكان وحدد واجبات ومسؤوليات كل واحد ويشتغل إزاي بالظبط. عندي تاني حاجة إن هو اهتم بالتعليم الزراعي، يعني أنشأ مدرسة للزراعة وبرضه جاب فيها خبراء زراعيين من الخارج، لأن الدول الأوروبية هي دلوقتي اللي متقدمة، فنجيب من عندها بره وتعلم الناس اللي هنا، وبعد ما الناس اللي هنا يتعلموا هم يحلوا محل الأجانب. طيب قال لك احنا عايزين نحسن طرق الري، عايزين تكون أحسن، نعمل إيه؟ قال لك شق الترع والقنوات. أشق ترع وأحفر قنوات، ده بيخلي إن أوصل المية للأراضي والمناطق اللي مش واصلها مية، لأن الزراعة بتبقى على جانبي نهر النيل، يعني هو نهر النيل كده في النص، أنا عندي الزراعة كلها على جانبي نهر النيل. طيب الأراضي اللي جوه مناطق ديت اللي جوه أعمل إيه؟ قال لك نحفر ترع وقنوات توصل مية النيل للأراضي ديت. يبقى أنا عندي يعني كبرت المساحة بتاعة الأراضي الزراعية وتنتج لي إنتاج أكتر. طيب نعمل إيه تاني؟ قال لك إنشاء العديد من القناطر على النيل وأهمها القناطر الخيرية. إيه هي أصلا القناطر؟ القناطر ديت بناء هندسي عامل زيه زي السد العالي دلوقتي، ما يجي الفيضان بيحجز المية
وانا مثلا هزرع دلوقتي رز، افتح اخد من القناطر او من السد، اخد الميه اللي هتزرع لي الرز واقفل تاني على باقي الميه. طيب زرعنا الرز وخلاص الدنيا تمام ولمينا محصول الرز، ارجع تاني افتح القناطر واخد ميه ازرع قمح. دي بتفيدني في ايه؟ انا كده زرعت كذا مره، بقى عندي زراعه طول السنه. انا كان عندي في الاول لما بيجي الفيضان بزرع مره واحده بس. طيب يبقى انا ده عمل لي ايه؟ حول اراضي الوجه البحري لنظام ري دائم. بدل ما كنت بعمل مره واحده في السنه، طول السنه بقى عندي زراعه. طب انا استفدت كده ايه؟ تنوع في المحاصيل، في زراعه طول السنه، يبقى بزرع في الصيف وفي الشتاء، يبقى عندي محاصيل شتويه ومحاصيل صيفيه. طيب قال لك اهتم بزراعه القطن واحسنه، لان طبعا القطن مهم جدا ومشهور جدا. القطن بتاع مصر اللي هنشوف بعد كده انجلترا كانت حاطه عينها عليه. قال لك هدخل نباتات جديده زي ايه؟ زي اشجار التوت لتربيه دوده الاز عشان ياخد منها الحرير، ونبات النيله الهنديه. نبات النيله الهنديه ده نبات صباغه، صبغه لونه كده ازرق، بيستخدم في الصباغه. طيب حلو جدا. انا عندي هنا برضه عشان نربط الفصول ببعضها، ادخال انواع جديده من النباتات بيتشابه مع مين؟ سامعه وانت بتقول الحمله الفرنسيه. مش الحمله الفرنسيه برضه جابت لي وهي جايه مشمش وخوخ وكمثرى والكلام ده، ودخلت انواع جديده زيها زي بالظبط محمد علي. طيب كده احنا عرفنا الدنيا ماشيه ازاي في الزراعه. نشوف هيمشي الدنيا ازاي في الصناعه. عندي احوال الصناعه لما محمد علي تولى الحكم كانت طبعا متدهوره تماما، لان احنا شفنا في الحكم العثماني كانت عامله ازاي. فالموجود دلوقتي ما بيلائمش حاجه الجيش والاسطول. وليه هو عايز انها تلائم حاجه الجيش والاسطول؟ عشان انا قلت لك في اول الحصه ان هو ده هيبقى منافس للدول الاوروبيه. بعد كده هتحصل مشاكل، بعد كده هتحصل حروب وتطشات بينه وبين الدول الاوروبيه، هيحتاج فيها جيش واسطول، ما هو مش هيقف ينافسهم بطوله. طيب يبقى محمد علي قال لك نطبق نظام الاحتكار في الصناعه. طيب اعمل ايه؟ هو عايز طبعا الكلام ده كله عشان يحقق بناء القوى الذاتيه للبلاد. احنا قلنا تكتفي ذاتيا وتصدر لبره. طيب يعمل ايه؟ قال لك انا اللي همد الصناع بالمواد الخام، زي ما اديت الفلاح اللي بيحتاجه من الزراعه، هدي الصانع الادوات الخام اللازمه للصناعه، بس بالثمن اللي هتحدده الحكومه. مش هو اللي هيحدد الثمن اللي هياخد بيه المواد الخام. يعني وليكن محمد علي حاطط له 2 جنيه ثمن المواد الخام، الصانع ما يقدرش يفتح بقه لانه مش هيلاقي حد تاني اصلا يشتري منه. احتكار بقى خلاص، ومحمد علي دلوقتي الكل في الكل، بنشتري منه وبنبيع له كل حاجه. طيب يرجع تاني يقول لي شراء المنتجات، هو اداله المواد الخام، الصانع طلعها منتجات. طيب يجي بقى يبيع الحاجه المنتجات بتاعته، برضه شراء المنتجات بالسعر اللي بتحدده الحكومه برضه. طيب لو الصانع قال له مش هبيع لك المنتج ده، مش هيلاقي اي شاري تاني، لان احنا قلنا محمد علي هو كل حاجه دلوقتي. فهو خد منه، اداله المواد الخام ب 2 جنيه، فيجي مثلا الصانع يقول له هبيع المنتج بايه؟ ب 4 جنيه المكسب بتاعه. محمد علي يجي يقول له لا، هم 3 جنيه. طب ليه هو كان بيديهم المواد الخام بسعر غالي وياخدها منهم بسعر رخيص، اللي هي بيرفع اسعار بيع المواد الخام وبيخفض أثمان شرائها؟ قال لك عشان يطلع ربح مناسب يبني بيه الدولة الحديثة اللي هو عايزها. يضغط على الفلاح، يضغط على الصانع، بس يبني دولة حديثة قوية وقوتها ذاتية تعتمد على نفسها وما تعتمدش على الآخرين. طيب زي ما طور الزراعة هيطور في الصناعة. قال لك عمل مصانع حكومية
تتبع الدولة اللي هي قطاع عام، مفيش قطاع خاص اللي هو أسرة ماسكة مصنع ودي بتاعت عيلة فلان، لا، كله مصانع حكومية بتوفر الصناعات المطلوبة. طيب، إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة إجبارية. قال لمشايخ الحارات يلموا له الولاد اللي بيلعبوا في الشارع وياخدهم على المصانع، منها تبقى عمالة وأيدي عاملة في المصنع، ومنها تبقى مدارس صناعية يتعلموا فيها، مش لسه هيعمل لهم مدرسة صناعية ويتعلموا هكذا، هو جابهم اشتغلوا في المصانع كعمال وفي نفس الوقت بيتعلموا الصنعة. عمل ايه تاني؟ جاب لنا برضو خبراء من الخارج في مختلف الصناعات يعلمونا، وما اكتفاش بس كده، كان بيبعت البعثات للخارج عشان تدرس فنون الصناعة المختلفة، وكمان تترجم الكتب الصناعية بتاعة الدول الأوروبية عشان نطلع على الحضارات بتاعتهم فيها. نيجي ليه التجارة. محمد علي هيطبق عليها برضو نظام الاحتكار. طيب، التجارة الداخلية قال لك إن هو احتكر تسويق جميع الحاصلات الزراعية. يعني إيه؟ يعني كل المحاصيل اللي اتحصدت هو بس اللي بيسوقها. يعني الفلاح لو مرضاش يبيع لمحمد علي المحصول مش هيلاقي شاري ولا هيلاقي حد ياخد منه، فهو كده محتكر تسويق الحاصلات، هو الوحيد اللي بيسوق الحاصلات الزراعية. طيب، في التجارة الخارجية دي قامت بيها الدولة مباشرة من خلال إيه؟ احتكار تجارة الواردات. يعني إيه احتكار تجارة الواردات؟ يعني محمد علي هو بس اللي يطلع بره مصر، يصدر بره، لكن الدول الأوروبية اللي كانت عاملة مستعمرات في الشرق ما تقدرش تدخل المنتجات بتاعتها الأسواق، قفل السوق المصرية قصاد المنتجات الأوروبية، وده طبعا هيعمل له مشاكل بعد كده مع الدول الأوروبية. طيب، هو ليه عمل كده؟ قال لك عشان هو عايز دولة قوية ذاتيا. قال لك أنا ما بشجعش الاستيراد من الحاجة اللي أنا عايزها ما أعملها في البلد، لأن الدولة القوية اللي بتزيد صادراتها على وارداتها، بتزيد الحاجات اللي هي بتصدرها عن اللي بتاخدها، لأن هي مكتفية ذاتيا. دي كده بالنسبة له الدولة القوية. حلو جدا، ظبط الزراعة، ظبط الصناعة، ظبط التجارة. طيب، هل الحاجة دي هتتنقل لوحدها؟ المحاصيل دي هتتنقل لوحدها والمنتجات هتروح للصانع لوحدها؟ قال لك أنا لازم أظبط النقل والمواصلات، لازم أهتم بيهم عشان أقدر أصرف الإنتاج بتاعي سواء زراعي أو صناعي وأسهل التجارة. يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أمهد الطرق البرية عشان تعرف تمشي بيها الحاجة كويس. طيب، إيه تاني؟ أبني أسطول في البحر الأحمر وأسطول في البحر المتوسط. أعمل إيه تاني؟ أصلح المواني، خاصة ميناء الإسكندرية. الميناء ده اللي بتيجي السفن ترسو فيه تنزل البضايع بتاعتها. إيه كمان؟ هطهر البحر الأحمر من القرصنة. القرصنة ديت عاملة زي بدو الصحراء أو زي قطاع الطرق، بس بتكون في المية، يعني إن هما بيوقفوا سفن وينهبوا اللي فيها، دول قراصنة أو قطاع طرق بس في البحر. طب إيه النتائج المترتبة على إن محمد علي طهر البحر الأحمر من القرصنة؟ يقول لك شركة الهند الشرقية الإنجليزية، طبعا احنا فاكرين الاسم ده كويس قوي، رجعت تستخدم طريق البحر الأحمر لمرور تجارتها بدل الدوران حول أفريقيا، طريق رأس الرجاء الصالح، اوعى تنسى. طيب، كده انا استفدت ايه؟ كده محمد علي نجح ان هو يحيي التجاره تاني عبر مصر. طالما البحر الاحمر نظفه خلاص من القراصنه، يبقى الدول الاوروبيه زي شركه الهند الشرقيه الانجليزيه رجعت تاني تمشي من البحر الاحمر، ورجعت تاني تستخدم مصر في التجاره، معنى كده ان هيخش لمصر دخل وفلوس تاني. طيب، يجي لي هنا سؤال علشان
ننشط الذاكرة. بيقول لي بالرغم من رفض انجلترا تولي محمد علي الحكم، طبعا زي ما شفنا قبل كده، وخير دليل حملة فريزر وحاجات تانية كتير. بيقول لك إلا إنها استفادت من إصلاحاته الاقتصادية من خلال إيه؟ بناء أسطول تجاري في البحر الأحمر، إقامة نهضة صناعية بمصر، بناء أسطول تجاري في البحر المتوسط، ولا القضاء على نشاط القرصنة؟ طبعا الإجابة واضحة جدا إن هي هتكون القضاء على نشاط القرصنة في البحر الأحمر. ليه؟ حيث قام محمد علي بتطهير البحر الأحمر من القراصنة. نتيجة لدوت فضلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية استخدام طريق البحر الأحمر بدل الدوران حول أفريقيا. كده يكون نجح محمد علي في إن هو رجع التجارة تاني من خلال مصر. دلوقتي نتكلم على الأحوال الاجتماعية. نظام الاحتكار اللي عمله محمد علي خلى فيه قوة ظهرت على الساحة وفيه قوة اندثرت وتضاءل نفوذها. طيب نيجي نشوف هنا هوت القوة اللي تدهورت واندثرت وجي محلها قوة تانية. عندي المماليك. المماليك كده انتهى نفوذهم كهيئة حاكمة، لأن هو طبعا نهاهم خالص في مذبحة القلعة. جاب مكانهم مين؟ أسرة محمد علي وبعض الأتراك. هيجيب بقى أسرته يبدأ يحطوهم حواليه كده في شؤون البلاد. عندي علماء الأزهر والقيادات الشعبية زي عمر مكرم، تضاءل نفوذهم، ما اختفاش خالص بس قل، وانتقل مركز القيادة من الأزهر لخريجي المدارس الجديدة اللي عملها محمد علي. عندي ايه تاني؟ عندي التجار. تاجر المحلي تدهورت مكانته. ليه؟ لأن الحكومة هي محتكرة التجارة سواء الخارجية أو الداخلية. عشان كده في شخصيات تجارية كبيرة اختفت زي أحمد المحروقي، وحل محلهم تجار أجانب ووكلائهم وقيامهم بدور وسطاء. وسيط يعني إيه؟ يعني يجي تاجر أجنبي يقول لمحمد علي أنا عايز آخد البضاعة اللي هنا في مصر واطلع أتاجر بيها بره. محمد علي يوافق، ده كده وسيط. كان يعمل كده مع التاجر المحلي، لكن هو يعني دفن التاجر المحلي خالص. فاللي بقى موجود على الساحة هم التجار الأجانب. طيب القوة بقى اللي ظهرت واستفادت من نظام محمد علي ومشروعاته وظهرت على الساحة، عندي طبعا طبقة الأعيان، لأنه اهتم بالزراعة، ودول كبار ومتوسطي ملاك الأراضي الزراعية، وزادت قوتهم وبقوا متميزين في المجتمع. وبعد كده قدام هيبدأ حقوق الملكية بتاعتهم تتوسع في منتصف القرن ال19. عندي طبقة عمال المصانع، إن هو طبعا عمل مصانع وبدأ يشغل فيها الصبية بتوع الحارات، فهنلاقيهم في المصانع الكبرى التابعة للدولة اللي هي المصانع الحكومية، القطاع العام. طيب طوائف حرف الصناعات قال لك استمر وجودها برضو كوسطاء للحكومة. طيب عندي هنا البدو دول ظهروا كقوة اجتماعية مستقرة. البدو دول زي ما قلنا كانوا بيبقوا زي قطاع الطريق، يطلعوا ينهبوا القوافل التجارية، فكانوا بيوقفوا حركة التجارة. محمد علي عمل ايه؟ ادى لزعمائهم أراضي واسعة للزراعة يتشغلوا فيها بقى، يقعدوا جنبيها يزرعوها ويستنوا المحصول، لأن طبعا احنا عارفين زراعة يعني استقرار. فخلاص اداهم بقى الأراضي دي يتشغلوا فيها ويبطلوا قطع الطريق على الناس. عشان كده بدأوا يبانوا كقوة مستقرة، وبعد كده بدأوا كمان يخشوا في الحياة المدنية. طيب يجي لي هنا سؤال بيقول لي ظهر الأثر الإيجابي لسياسة محمد علي الاقتصادية على المجتمع المصري من خلال إيه؟ هل ظهور طبقة البدو كقوة اجتماعية مستقرة، تضاؤل مكانة التجار الأجانب، زيادة مكانة طوائف الحرف الصناعية، ولا إحلال العناصر التركية
مكان المماليك. طيب أنا عايزة هنا أثر إيجابي حصل من السياسة الاقتصادية اللي محمد علي عملها، اللي هي الاحتكار. فادت المجتمع المصري، يبقى ده حاجة اجتماعية. أحوال إيه؟ اجتماعية. وأنا أفصص السؤال كده حتة حتة، لو أنا مش عارف الإجابة مباشرة أبدأ أفصص السؤال حتة حتة. هو هنا بيقول لي إيه؟ أثر إيجابي، يعني حاجة كويسة لسياسة محمد علي الاقتصادية اللي هي الاحتكار على المجتمع المصري، تبقى دي حاجة اجتماعية. طيب إحنا خدنا إيه في الاجتماعي حاجة حلوة؟ خدنا ظهور البدو كقوة مستقرة، لأن هم كانوا عاملين قلق وعاملين دوشة على التجارة وعلى القوافل التجارية. حلو كده، جميل جدا. يتجه محمد علي بقى للتعليم. مفيش بلد بتقوم من غير تعليم. طيب محمد علي عايز يعلم، بس بأنهي طريقة؟ أو عايز يعلم أهدافه إيه من وراء التعليم؟ هو كان عنده هدفين رئيسيين محمد علي حاططهم قدام عينه طول الوقت. إيه؟ قال لك أنا عايز التعليم يكون مرتبط بتنفيذ سياسة الاحتكار الاقتصادي وبناء القوى الذاتية. طيب ده عارفينه من الأول. قال لك والتوسع الخارجي والحروب اللي دخلها بعد كده. لأن في الدرس الرابع هشوف إن محمد علي ما كانش مجرد إن هو عايز ياخد مصر كولاية، لا، ده هي نواة وعايز يوسعها. عايز ياخد الشام، عايز ياخد السودان، راح يحارب مش عارفة فين. فهو مش مجرد إن هو والي على ولاية وخلاص. عشان كده لما خورشيد قال إن هو يدوله ولاية جدة عشان يسقط، هو رفض بتأييد العلماء. ليه؟ لأن آماله وتطلعاته أكبر من كده بكتير. يوريني مظاهر اهتمام محمد علي بالتعليم. محمد علي اهتم بالتعليم سواء العالي، الثانوي، الابتدائي، كل المراحل بتاعته. قال لك أول حاجة أشوف فين مصادر الحضارة. قال لك مصادر الحضارة عند الدول الأوروبية. قال لك خلاص احنا نبعت بعثات تتعلم منهم في الفترة ما بين 1813 ل 1847. كان بيبعت طلاب الأزهر وغيرهم لمثلا لإيطاليا، فرنسا، النمسا، يتعلموا ويكتسبوا خبرات في كل المجالات. يعني عندي فنون عسكرية، بناء سفن وملاحة، عندي هندسة وميكانيكا، حتى أصول الري والصرف، ما كل حاجة ليها أصول، وحتى القانون والسياسة. يجي لي هنا واحد اسمه رفاعة رافع الطهطاوي. ده كان أول واحد محمد علي بعته على أول بعثة كبيرة رايحة لفرنسا 1826. لما راح هناك رفاعة رافع الطهطاوي واطلع على الحضارات وعلى الدنيا اللي هي طبعا مختلفة تماما عن مصر، استفاد كتير قوي من الثقافة اللي هناك، من الثقافة الإنسانية الفرنسية. ساعتها أدرك إنه مهم جدا إن احنا نطلع على علوم ومعارف المجتمعات الأوروبية، لا وكمان الترجمة. قال لك هناك في علوم وحضارة ودنيا تانية، فاحنا علشان نبقى زيهم نترجم الحاجات دي، نترجم الكتب دي، نفهم ايه اللي فيها. طيب ايه النتائج المترتبة على ده؟ انه اقترح على محمد علي يأسس مدرسة الألسن. مدرسة الألسن جمع لسان، يعني مدرسة اللغات. هندرس فيها اللغات الأوروبية وهنترجم الكتب والمصادر اللي احنا شايفين فيها العلم. وبالفعل مدرسة الألسن كان ليها فضل كبير قوي إنها نقلت لنا معارف من الغرب لمصر. قسم تاني من اهتمامه بالتعليم، اتكلمنا على إرسال البعثات. هيبدأ بقى ينشئ مدارس برضو بتدعم أهداف التنمية الاقتصادية والعسكرية. يعني عندي مهندس خانة، دي هندسة. عندي طب، صيدلة، أصول المحاسبة اللي هي زي التجارة. عندي الفنون،
الصنايع، الزراعة، وحتى البيطرة. أنا عندي دلوقتي الفلاح المواشي بتاعته لو جت تعبت لي في أي وقت، ما أنا هحتاج دكتور بيطري، مش هو الفلاح بيستخدمها من أدواته في الزراعة؟ وهكذا. كان بيفتح مدارس لأي حاجة تخدم التنمية الاقتصادية والعسكرية. طب المدارس دي مين اللي كان بيخشها؟ قال لك احنا نجيب طلاب الأزهر دول على قدر من العلم ندخلهم المدارس، ما قعدش بقى ايه من أول ألف ب ويطلع بيهم تمهيدي وابتدائي واعدادي وثانوي. قال لك لا، احنا ما عندناش وقت للكلام ده، احنا نجيب تلاميذ الأزهر والكتاتيب دول عندهم قسط معقول من التعليم، بيعرفوا يقروا ويكتبوا وفاهمين شويه، اعلمهم وبعد كده يعلموا الاجيال اللي بعده. محمد علي كان سريع، يعني هو عايز ينجز على طول. طيب المدارس دي اصبحت عامه ومدنيه الطابع، فده عمل لي مشكله من مشكلات الثقافه والتفكير في مصر اللي بدات من ايام الحمله الفرنسيه. يعني ايه مشكله ثقافه والتفكير في مصر؟ أنا عندي دلوقتي إحنا لما شفنا الثقافة الفرنسية لقيناها مختلفة عننا، فده بيعمل لخبطة للمجتمع المصري. هنا طلاب الأزهر كانوا بيتعلموا في الأزهر مثلا إن الرسم حرام، يجي عند محمد علي في المدارس العامة لا بيرسم وشغالين زي الفل. فطالب الأزهر يقول لك طب أنا أمشي تبع التعليم الديني اللي أنا اتعلمته ولا تبع التعليم العامي والمدني؟ يجي مثلا يقول لك الطب، احنا عندنا الازهر يقول اكرام الميت دفنه، ده يقول لك لا احنا هنشرح. فده عمل له لخبطه، هو مش عارف يفضل زي ما هو ولا يتمدن مع المدارس بتاعه محمد علي. ده من الاخر التعريف بتاع مشاكل الثقافه والتفكير. طيب لما كترت المدارس وتعددت والدنيا بقت ايه كبيره مع محمد علي، انشا حاجه اسمها ديوان المدارس، اللي هو عامل دلوقتي زي وزاره التربيه والتعليم، بينظم العلاقات بين المدارس. فدي كانت تعتبر اول وزاره تعليم 1837. طيب عندي هنا السؤال بيقول حرص محمد علي على بناء دوله حديثه بتتميز بالقوه العسكريه والاقتصاد القوي. في ضوء العبارة العامل المشترك في تحقيق كافة إصلاحات محمد علي المختلفة هو إيه؟ في حاجة مشتركة بتربط كل الإصلاحات ببعضها، عامل رئيسي أو عامل مشترك. هل التعليم؟ هل الزراعة؟ هل الصناعة؟ ولا التنظيم الإداري؟ لو أنت جاوبت ألف اللي هي التعليم فأحب أقول لك إن هي إجابة صح. ليه؟ نشوف التعليم عمل ايه. التعليم كان محور اساسي للاصلاحات بتاعه محمد علي في كل المجالات، زراعيه، صناعيه، سياسيه، قوى عسكريه. ليه؟ انا كان عندي مدرسه زراعه وبرسل بعثات للخارج بتتعلم اصول الري والصرف، عندي بعثات بتتعلم فنون الصناعه المختلفه وبتترجم الكتب الصناعيه، عندي بعثات تانية بتدرس الفنون العسكريه وبتدرس بناء السفن والملاحة والهندسة والميكانيكا والقانون والسياسة، وأنشأ مدارس لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والعسكرية. يبقى أنا عندي التعليم هو الأساس لكل حاجة عملها محمد علي وهو المحور الأساسي لكل إصلاحاته. عندي بعد كده الأحوال السياسية، بيتكلم على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. طيب هو أصلا النظام الديمقراطي الصح بيبقى عامل ازاي؟ النظام الديمقراطي يعني الديمقراطية اللي هي المفروض الصح بتبقى 3 سلطات. عندي سلطة تشريعية، وعندي سلطة تنفيذية، وعندي سلطة قضائية. يبقى أنا عندي النظام الديمقراطي بيتكون من 3 سلطات. طيب
عندي السلطة التشريعية بتعمل ايه؟ من اسمها كده بتشرع لوائح وقوانين، بتحط القوانين واللوائح. طيب سلطة تنفيذية من اسمها برضو، هي اللي بتنفذ اللي بتقوله السلطة التشريعية، القوانين اللي بتشرعها السلطة التشريعية. طيب القضائية بتحاسب المذنب سواء كان من التشريعية أو التنفيذية. الديمقراطية الصح إن الثلاث سلطات ما يمسكهمش حد واحد أو جهة واحدة. طيب لكن في نظام محمد علي هو الكل في الكل وهو ماسك كل حاجة. فهيقول لي إن نظام محمد علي كان بيقوم على الحكم المطلق الفردي المستبد، يعني هو كل حاجة والكلمة بتاعته، حتى لو عمل دواوين وحتى لو خد برأي الناس كاستشاري، عامل زي نابليون مجرد استشارة بس زي ما هنشوف. طيب يبقى محمد علي مشي على نفس اللي عمله الولاة العثمانيين والمماليك، برضو نفس الكلام، حكم مطلق فردي مستبد، الكلمة ليه هو. غير ان محمد علي غير شوية عن نظام العثمانيين والمماليك وحط الحكومة اللي هو كان نظام من فكرة الدواوين بتاعة نابليون. عجبته الفكرة بتاعة نابليون. طيب قال لك الدواوين ديت هتبقى متماشية مع أفكاري في البناء والإصلاح، فهو برضو حاططها زي شكل أو كيان شكلي فقط. طيب الدواوين بقى اللي أنشأها محمد علي، عندي الديوان العالي وده كان 1824، ده بيرأسه نائب أو وكيل الباشا اللي هو محمد علي، اللي هو مفوض عن محمد علي، اللي هو من الآخر كده الذراع الأيمن لمحمد علي. تمام. طيب مهمته إيه؟ بيبحث في كافة شؤون الحكومة، بيبحث في كل شؤون الحكومة سواء بقى كبيرة صغيرة متوسطة مهمة مش مهمة، كل شؤون الحكومة. وده كان سلطة تنفيذية للي بيقوله محمد علي. طيب نيجي لمجلس المشورة أو الشورى، من اسمه كده، من اسمه بيتشاوروا فيه. ده كان 1829، بيتألف من إيه؟ قال لك كبار الموظفين بتوع الحكومة، الناس الكبيرة التقيلة في الحكومة. قال لك وبيبقى فيه علماء وبيبقى فيه أعيان. طيب أنا دلوقتي بالشكل ده عندي كبار موظفي الحكومة، عندي علماء، عندي أعيان، ده بيبقى تنوع اجتماعي عشان ممكن تجيلي في الإخطر إن هو فيه كذا طبقة من طبقات المجتمع. طيب عندي مجلس المشورة ده مهمته إيه؟ كنا بنستشيره في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية. الأشغال العمومية اللي هي البنية التحتية، الكباري بقى والكلام ده، البنية التحتية. طيب بينعقد مرة واحدة في السنة. طب أنا عندي ديوان زي دوت أو مجلس زي دوت بيتكلم على الإدارة والتعليم والأشغال العمومية، إزاي أنا أعقده مرة واحدة بس في السنة؟ مفروض على طول السنة بتابع. قال لك لا، ما هو محمد علي حطه شكل، احنا حاطينه وبنستشيره مرة واحدة في السنة، واحنا برضه هننفذ اللي في دماغنا، مالوش أي قرارات بيقولها. تمام. يعني هو كمان يعتبر تابع لمحمد علي، والكلمة اللي يقولها محمد علي هو اللي يمشي. طيب عندنا المجلس العالي اللي هو 1834، اللي هو زي مجلس الوزراء دلوقتي. وفرق بين المجلس العالي والديوان العالي. الديوان العالي 1824، ده 34، فرق 10 سنين. طيب بيتكون من ايه؟ من نظار الدواوين اللي هو زي وزير دلوقتي، ورؤساء المصالح، بيبقى معاهم من كل مديرية 2 من الأعيان و2 لشؤون الحسابات اللي هي الحسابات المالية. طيب عندي ايه تاني في الدواوين؟ عندي المجلس المخصوص. المجلس المخصوص ده من اسمه كده المهام بتاعته بينظر في الشؤون الكبرى للحكومة، في الحاجات التقيلة، في الحاجات الكبيرة والمهمة. طيب بيشرع لوائح وقوانين، ادي سلطة تنفيذية.
تمام، وبيصدر التعليمات لجميع المصالح. طيب نيجي نشوف المجلس العمومي 1847، ده بقى بينظر في الشؤون العامة، هي الحاجات العادية المتداولة بتاعة الحكومة. طيب عندي هنا سؤال بيقول: جمع المجلس المخصوص في عهد محمد علي في مهامه بعض اختصاصات السلطتين الايه؟ لأن طبعا الديمقراطية 3 سلطات: تنفيذية، تشريعية، قضائية. قال لك المجلس المخصوص كان بيجمع 2 من دول. هل هم الاستشارية والقضائية؟ تشريعية والتنفيذية؟ تشريعية والاستشارية؟ ولا القضائية والتنفيذية؟ عندي الإجابة هنا به، طبعا تشريعية وتنفيذية. ليه خدت به؟ لأن أنا عندي المجلس المخصوص كان مجلس تشريعي وتنفيذي. ليه؟ أول حاجة عندي بيشرع لوائح وقوانين، بيحط لي قوانين، يبقى دي سلطة تنفيذية. طيب تاني حاجة بينظر في الشؤون الكبرى اللي هي الحاجات الهامة للحكومة وبيصدر تعليمات لجميع المصالح، يبقى دي سلطة تنفيذية. طيب محمد علي بعد ما الدواوين بتاعته بدأت تكتر عمل لهم حاجة تنظمها زي ما عمل ديوان المدارس ينظم المدارس. يعني عمل لي حاجة اسمها القانون الأساسي 1837. وخد بالك ان انت عندك في المنهج كله هم 2 قانون أساسي، ده بتاع محمد علي وفي الفصل الثالث بتاع اللورد دافرين لما مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني. طيب هو عمله ليه؟ قال لك علشان ينظم العلاقات بين دواوين الدولة. أنا بقى عندي دواوين كتير واختصاصات كتير. زي إيه؟ عندي ديوان الإيرادات، الإيرادات يعني المالية، الفلوس، الحسابات، ده ديوان المالية. طيب ده ديوان الجهادية اللي هو الجيش. طيب ديوان البحر اللي هو الأسطول. عندي ديوان المدارس، دي خلاص معروفة بينظم العلاقات بين المدارس. عندي ديوان الفابريكات. يعني ايه الفابريكات؟ يعني الصناعة، جاية من كلمة فابريكا بالفرنسية. تمام؟ طيب عندي ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية. الأمور الإفرنجية دي دلوقتي زي اللي هي كده وزارة الخارجية. طيب أنا عندي كل الدواوين دي غير اللي فوق اللي هو مجلس المشورة والمخصوص والديوان العالي وما إلى ذلك. طيب هو بينظم، يعني إيه بينظم العلاقات؟ يعني على سبيل المثال ديوان الجهادية عايز يطلب من ديوان الفابريكات اللي هي الصناعة عايز ذخيرة وأسلحة و طيب هل هو ديوان الجهادية نفسه هينزل يروح لديوان الفابريكات يقول له أنا عايز كذا كذا؟ ديوان الجهادية يروح راجع للقانون الأساسي، والقانون الأساسي هو اللي يوصل لديوان الفابريكات. طب ديوان الفابريكات خلص الذخيرة والحاجة اللي هو عاملها، يرجع تاني ديوان الفابريكات للقانون الأساسي وهو يوصلها للجهادية. يعني من الآخر القانون الأساسي ده بيظبط العلاقات كده بين الدواوين. يجي يقول لي هنا نقد لنظام محمد علي في مصر. احنا خلاص عرفنا محمد علي بيحكم ازاي والدنيا ماشيه عنده ازاي، فممكن يقول لي انقد النظام بتاع محمد علي. هقول له على الرغم ان كان عندنا مجالس ودواوين ما شاء الله كتير زي ما شفنا، الا ان نظام محمد علي كان برضو في جوهره، يعني في خباياه كده، هو بيقوم على فكره الحكم المطلق الفردي. يعني ايه حكم مطلق فردي؟ يعني هو مصدر السلطه العليا في مصر، مفيش كلمه تعلى على كلمه محمد علي. تمام. طيب يجي لي يقول لي التقسيم الاداري. طيب محمد علي دلوقتي لما استلم مصر من الحكم العثماني، طيب ايام الحكم العثماني مصر كانت متقسمه ل 16 اقليم، بس انا عندي التقسيمه دي كانت عامله لي مشكله. ايه المشكله اللي كانت عندي في تقسيمه ال 16 اقليم؟ انا عندي دلوقتي في النص هنا كده عندي نهر النيل، وعندي هنا
صحراء وعندي هنا صحراء، يبقى في هنا أراضي زراعية جنب النيل على الناحيتين، الباقي الأراضي اللي جوه ديت عندي صحراء شرقية وصحراء غربية. فال16 إقليم كانوا متقسمين، كل إقليم في حتة صحراء وفي حتة زراعة. بس المشكلة في إيه؟ المشكلة إن كان في أقاليم الأرض الصحراوية بتزيد على الأراضي الزراعية. ده هيعمل لي مشكلة في إيه؟ الإقليم اللي عنده أراضي زراعية قليلة الإنتاج والمحصول هيطلع قليل، لأن معظم أراضيه صحراء. طيب لما نيجي بقى ندي ضرايب، ندفعهم ضرايب، هساوي الأقاليم كلها ببعضها اللي عندها مساحات زراعية كبيرة وبتطلع محصول كبير زيها زي اللي معظمها أراضي صحراوية؟ ده هيكون مجهد جدا للأقاليم اللي هي ما عندهاش أراضي زراعية كفاية. فمحمد علي قال لك خلاص نشيل التقسيمة دي كلها وننظم وندخل تعديلات جديدة يناسب الأعباء المالية المفروضة، يقصد الضرايب اللي الناس مش عارفة تدفعها، اللي عندهم الأراضي الصحراوية أكتر والأراضي الزراعية قليلة والمحصول قليل. طيب محمد علي قسمها إزاي؟ محمد علي قسمها لنا ل7 مديريات متساوية المساحة، الحتة الصحراوية قد الحتة الزراعية، عشان نبقى كلنا بندفع ضرايب زي بعض وكله متساوي. طيب على كل مديرية، المديرية دي اللي هي المحافظة دلوقتي، دي كده اللي هي معناها المحافظة. طيب عليها مدير اللي هو محافظ. طيب المديرية هتتقسم أو هتنقسم بعد كده لإيه؟ لمراكز، والمركز هيبقى عليه مأمور. طيب المركز هيتقسم لأقسام زي ما احنا بنشوف دلوقتي، قسم بولاء، قسم كذا. طيب الأقسام كل قسم عليه ناظر، والقسم هيتقسم لنواحي وقرى، وكل قرية أو ناحية عليها عمدة أو شيخ للبلد. التقسيمة دي هتفيدني إن هو لو جه مثلا يوصل لمجرم هيبدأ مش المديرية نفسها هتنزل تدور عليه، المديرية هتبعت للمركز اللي هي تبعه، والمركز هيبعت للقسم والقسم للقرية لغاية ما يوصلوا له. فهتبقى شبكة كلها مترابطة مع بعضها، لأي حد يتسائل قدام القانون يبقى سهل إن هم يجيبوه. طيب بالنسبة لتولي الوظائف كان شكله عامل إزاي أيام محمد علي؟ قال لك العنصر التركي هو اللي كان بيتولى كل الوظائف الإدارية. قلنا محمد علي في الأول جاب أسرته والأتراك، وده درسناه في الطبقات اللي ازدهرت واختفت. فقال لك إن العنصر التركي ماسك كل الوظائف بس ما عدا وظيفتين، شيخ البلد والوظائف المالية. ليه؟ وده بسبب اللغة، هم لغتهم تركي، لغة المصريين عربي، مش هيعرفوا يمسكوا واحد تركي شيخ البلد، هيحل ازاي المشاكل بينهم؟ ولا هيقدروا يمسكوه المالية. قدام بعد كده لما هيضعف نفوذ محمد علي في أواخر عهده هتبدأ حاجة اسمها سياسة إحلال المصريين تدريجيا. يعني إيه إحلال؟ يعني المصريين هيحلوا محل الأتراك بالتدريج. إمتى؟ لما محمد علي يبدأ يضعف الحكم بتاعه. طيب لغاية أما كل الوظائف هتبقى مصرية في نهاية السبعينات، بس ما عدا الجيش. الجيش فضلت الرتب الكبيرة حكرا على العناصر التركية الشركسية، زي ما هنشوف ده هيسبب لهم مشكلة في الفصل الثالث لما نوصل له بالتفصيل. طيب نيجي هنا للسؤال. السؤال عندي بيقول استخدم محمد علي بعد توليه الحكم في مصر استراتيجية جديدة في النظام الإداري خلال إيه؟ أو من خلال إيه؟ تحقيق إصلاحات مالية وتنظيمية، التخلص من القوى المنافسة له في الحكم، التودد للأتراك بإسناد الوظائف المالية لهم، ولا الحد من المنازعات بين أهالي القرى والمدن. أخد بالي إن هو بيقول لي هنا نظام إداري، يعني التقسيمة اللي هو عملها في المديريات. يبقى هو الاستراتيجية دي كانت من خلال إيه؟ هتبقى ألف اللي هي تحقيق إصلاحات مالية وتنظيمية. ليه؟
لأن هو عمل إصلاحات مالية. التعديلات اللي عملها عشان الأعباء المالية المفروضة وتتحقق المساواة مع الأهالي، والإصلاحات التنظيمية اللي هي لما قسم مصر ل7 مديريات متساوية المساحة، ومنها إلى مراكز، منها إلى أقسام، منها إلى قرى. يجي هنا يكلمني على السلطة القضائية أيام محمد علي كانت ماشية إزاي. محمد علي حط كل جهوده أول حاجة إن هو يزود اختصاصات الديوان بتاع الخديوي اللي هو الديوان العالي، الديوان بتاع الخديوي. طيب عمل إيه تاني؟ عمل هيئة قضائية جديدة كان اسمها الحقانية. طيب إيه الحقانية دي وإيه وظيفتها؟ قالك دي بتختص بمحاكمة كبار الموظفين، الناس اللي هم الكبارة القامة والقيمة في البلد، علشان طبعا مركزهم ما يسمح لهمش ان هم يتحاكموا في محاكم زي ما الاهالي بيتحاكموا فيها او نساوي راسهم بيه، بمثابة محكمة جنايات وجنح. جنايات يعني قتل لو في قضية قتل، وهنا جنح اللي هي الإصابات، إصابة بس ما كانتش لحد القتل، يعني عور واحد ضربه بسكينة بس ما وصلتش للقتل. عمل ايه تاني؟ عمل محكمة تجارية اللي هي سماها مجلس التجارة. طيب بتختص بايه؟ من اسمها كده منازعات تجارية بين الأهالي، سواء الأهالي بينهم وبين بعض أو بين الأجانب والأهالي. يعني الأهالي عندهم مشكلة مع الأجانب في مسائل تجارية ترجع لمجلس التجارة، وبدام معاهم مشكلة بين الأهالي وبين الأجانب يبقى أكيد هيخش في تشكيل المجلس ده ممثلين من الأجانب. تمام؟ يجي يكلمني على أهم حاجة محمد علي كان بيخطط لها من بدري قوي وكان حاططها في دماغه، لأنه عارف إن هيجي يوما ما وهيتخانق وهيصطدم مع الدول الأوروبية. طيب اللي هو بناء القوى العسكرية. زي ما احنا عارفين محمد علي كان راجل عسكري ومحارب، لان احنا عارفين ان هو كان في الجيش، وبعد ما خرج من الجيش قلنا اشتغل بتجارة الدخان ورجع تاني جه معاه الجيش اللي جه من اليونان على مصر ساعة الحملة الفرنسية. فهو راجل عسكري عارف قيمة القوة العسكرية وعايز يعمل قوة عسكرية نظامية بدل الفرق العسكرية غير النظامية اللي كانت معاه زي الألبان والأرناؤوط. دي فرق مرتزقة ومتمردة ومختلطة، ممكن في أي وقت تقلب عليا وتشيلني أنا ذات نفسي. لكن أنا عايز قوة نظامية بتتدرب على تدريب عسكري حديث وماشي على نظام بقى صفا وانتباه، مش مجرد مرتزقة بجيبهم يشتركوا معايا في الحروب وفي الآخر بيتمردوا عليا وممكن يشيلوني. طيب الفكرة لمعت في دماغ محمد علي قوي امتى؟ قالك بعد حروبه في الحجاز ضد الوهابيين اللي هي الحركة الوهابية. لما راح محمد علي وأخمد الحركة دي، محمد علي قالك ده أنا هو قوي وعرفت أخمد الحركة اللي السلطان العثماني نفسه معرفش يخمدها. هنا حس إن هو لازم يبدأ يبني قوة عسكرية، جيش وأسطول، عشان توسعاته بعد كده زي ما هنشوف في الدرس الرابع. طيب محمد علي هيطبق القوة الذاتية هيبنيها ازاي؟ قالك هيهتم أول حاجة بالجيش. طبيعي قوة عسكرية فيها جيش وفيها ضباط وفيها جنود. طيب الجيش كان محور سياسة محمد علي الإصلاحية، عشان كده حدث كل مرافق الدولة عشان تخدم الجيش. يعني ازاي حدثها انها تخدم الجيش؟ يعني مثلا عمل مدرسة للطب بتخرج أطباء للجيش، عمل مدرسة المهندس خانة اللي هي الهندسة عشان تطلع لي خبراء في الصناعات المختلفة اللي بيحتاجها الجيش. طيب يبقى الجيش كان سبب وكان أداة للتقدم العمراني في مصر غير مهمته العسكرية. ايه الخطوات اللي محمد علي عملها عشان يعد الضباط والجيش؟ أول حاجة
هيعد الضباط. فهو عمل محاولتين يعد فيهم الضباط. المحاولة الأولانية كانت 1815، قال لك هدرب الجنود الأتراك، وبدأ بالفعل إن هو يعمل ضباط نظاميين بيدربهم على الأسلحة الحديثة وعلى النظام التدريب العسكري الحديث، اللي هم أصلا اشتركوا معاه أو كانوا معاه في الحروب الوهابية الناس دي. لكن الجنود رفضوا إن هم يخضعوا للتدريب الحديث اللي محمد علي بيقول عليه. ومش بس كده، دول تأمروا على عزل محمد علي. محمد علي لغى الفكرة وقال لك بلاش خالص من الجنود الأتراك. يجي المحاولة الثانية. طيب المحاولة الثانية كانت امتى؟ كانت 1820، بعدها ب5 سنين. قال لك هنعتمد على مين؟ نعتمد على أبناء المماليك اللي هم عرفوا يفروا ساعة مذبحة القلعة. فمحمد علي عمل لهم مدرسة حربية في أسوان، تخرج لهم ضباط عسكريين على النظام الحديث. طيب اعتمد على تدريبهم على مين؟ اعتمد على الكولونيل سيف، اللي هو كان واحد من ضباط جيش نابليون، وكان جاي مع الحملة الفرنسية، وبيقول ان هو اعتنق الإسلام وسمى نفسه بسليمان باشا الفرنسي. طيب هو ليه عمل المدرسة الحربية دي في أسوان؟ ليه ما عملهاش في القاهرة؟ عملها بعيد عن نظر المصريين، علشان لو لقوه جايب واحد من ضباط الجيش الفرنسي بينظم له الجيش، هيقوموا ثورة عليه وهيقولوا انت هتدخل لنا تاني فرنسيين وترجع لنا تاني أيام الحملة الفرنسية. عشان كده راح بعيد يدربهم في أسوان. طيب ده كده الضباط. يجي ليه إعداد الجنود اللي هو التجنيد. محمد علي اتعلم الدرس، ابتعد عن تجنيد الأتراك والأرناؤوط. ليه؟ طبيعتهم متمردة وهيعزلوني من الحكم. طيب قالوا له المصريين، قال لك المصريين لأ. ليه؟ تجنبا لثوراتهم، ناس ثورجية وكل ما بيزعلوا بيطلعوا ثورة. فقال لك لا أتراك ولا أرناؤوط ولا مصريين. قالوا له يعني من الآخر هتاخد مين؟ قال لهم هجند السودانيين. طيب التجربة بتاعته في تجنيد السودانيين فشلت. ليه؟ لأن هو خد السودانيين وطلع بيهم على حرب اسمها حرب اليونان أو المورا. دي هتبقى في التفصيل في الدرس الرابع. دي برضو حركة انفصالية عن السلطان العثماني، زيها زي الحركة الوهابية. طيب هو ليه أصلا فشل؟ الجنود السودانيين المفروض عايشين في السودان درجة حرارة عالية جدا، هو راح واخدهم اليونان في أوروبا والجو بارد جدا، فهم ما قدروش يستحملوا درجة الحرارة المنخفضة الباردة جدا وماتوا منه. طيب هو كده لا جند أتراك ولا أرناؤوط ولا مصريين، والسودانيين فشل في تجنيدهم وماتوا منه. النتائج المترتبة بقى على كل ده إيه؟ قال لك أنا ما قداميش غير إن أنا أرجع تاني أجند المصريين، هم دول اللي قدامي. وبالفعل نجحت تجربته في تجنيد المصريين في حرب اليونان، وقدر إن هو يكسب الحرب بسبب المصريين وبسبب إن هم خضعوا وسمعوا الكلام للتدريب الحديث. طيب بعد ما بدأت دايرة التجنيد تكبر والدنيا توسع مع محمد علي، عمل إيه؟ قال لك أنا أجيب بقى طائفة من كبار الضباط الفرنسيين يمسكوا لي تنظيم الجيش. خلاص الجيش بدأ يكبر معايا والجنود بدأت تكبر، أجيب ناس تنظم لي الدنيا. طيب هل هكتفي بكده؟ قال لك لا، هرسل شبان من عندي هنا لأوروبا يتموا دراساتهم الحربية وبعدين يرجعوا يحلوا لي محل المعلمين الأجانب اللي أنا جايبهم في المدارس الحربية. ده بالنسبة للجيش. طيب إنشاء الأسطول. إنشاء الأسطول بدأت الفكرة دي توضح أو تلمع قدام محمد علي أيام الحركة الوهابية 1810، ساعة الحركة الوهابية الانفصالية عن السلطان العثماني. محمد علي هنا أدرك ساعتها أن أنا لا محتاج أسطول قوي. طيب نعمل إيه؟ قال لك أول حاجة عملها أنشأ ترسانة في بولاق. ترسانة دي اللي هي دار صناعة السفن اللي بنصنع فيها السفن، وعمل واحدة في الإسكندرية علشان يصنع سفن حربية وتجارية. بعد كده بعد ما نخلص موضوع الجيش بتاعنا
نبقى نعملها تجارية. حد هيقول لي هو ايه اصلا الفرق بين السفن سواء حربية او تجارية؟ اقول لك لا، السفن الحربية بيبقى ليها شكل تاني خالص وخامات تانية خالص وفيها اماكن للمدافع وللذخيرة، لكن السفن التجارية سفن عادية بيحط عليها البضائع ومش محتاجة حاجات او اختصاصات معينة وتفاصيل معينة. طيب عمل ايه تاني؟ انشأ معسكر زي المعسكرات كده اللي احنا بنعملها عشان نلم المنهج. عمل معسكر يعلم فيه الأعمال البحرية للبحارة من الجنود، ازاي يتعاملوا مع السفينة والشراع والدنيا دي كلها، وازاي يوقفوا السفينة، ازاي يخلوها تمشي، وهكذا. عمل ايه كمان؟ عمل مستشفى ومدرسة بحرية على إحدى السفن لإعداد الضباط البحريين، يعني زي كده إن هو بيدربهم عليها تدريب عملي. طيب عمل إيه تاني؟ بعت بعثات من الضباط الحربيين لفرنسا وإنجلترا عشان يتموا العلوم بتاعتهم عمليا على ظهر سفن أوروبية حربية، يعني بندربهم هنا على سفن حربية ونبعت كمان يتدربوا بره بشكل عملي على سفن أوروبية. يجي بعد كده لمصانع الأسلحة والذخيرة، الجيش بتاعي يبقى محتاج أسلحة وذخيرة يقاتل بيها، فمحمد علي عمل مصانع أسلحة بهدف إن هو يستغني عن استيراد السلاح من الخارج. ليه؟ لأن هو مثلا لو بياخد السلاح من وليكن إنجلترا، وساعات إنجلترا وفرنسا بيعملوا تحالفات مع بعض، فلو هو عنده مشكلة مع فرنسا أكيد إنجلترا مش هتبعت له أسلحة وذخيرة يضرب بيها فرنسا، فهو كده حط نفسه تحت رحمة الدول الأوروبية. عمل إيه علشان المصانع؟ أنشأ ترسانة في القلعة دي لصنع صنع الأسلحة وصب المدافع. طيب عمل برضو مصنعين للبارود، البارود اللي هو بيبقى جوه الرصاص، واحد بالحوض المرصود بحي السيدة زينب والتاني عند المقياس بجزيرة الروضة. بالنسبة للحصون هو ما عادش نفس الغلطة بتاعة المماليك لما ما حصنوش مصر ولقوا الحملة الفرنسية بتنزل الجنود على شواطئ الإسكندرية، فهو اهتم بتحصينها فعمل قلاع واستحكامات لازمة، يعني خد كل الاحتياطات اللازمة للدفاع عن الثغور اللي هي حدود البلاد وطبعا العاصمة. عمل ايه؟ صلح القلعة بتاعة صلاح الدين والقلاع اللي كانت موجودة في الإسكندرية ورشيد ودمياط. يجي السؤال هنا بيقول لي توجد علاقة بين إنشاء محمد علي للأسطول المصري 1810 وإيه؟ ظهور الحركات الانفصالية ضد السلطان، ظهور خطر القراصنة على الطرق التجارية، سعيه للسيطرة على طرق الملاحة العالمية، ولا رغبته في الاستفادة من خبرات فرنسا البحرية. احنا قلنا لما جينا نتكلم عن الأسطول قلنا لمعت الفكرة في دماغ محمد علي ساعة الحركة الوهابية. طيب الحركة الوهابية دي ايه؟ ما هي حركة انفصالية عن السلطان العثماني، يبقى أنا عندي ارتبطت بظهور الحركات الانفصالية ضد السلطان العثماني إن احنا بدأنا نفكر في البحرية المصرية 1810. طيب بكده نكون خلصنا الدرس الثالث، أتمنى تذاكروا واحدة واحدة وتقسموا وتحل عليه كويس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.